السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين معايا؟ بصوا بقى، ايه ده؟ ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي؟ ايه الطاجن الجبار ده؟ مش ممكن يا جماعة، طعمه وهم حاجة كده رهيبة. وتتخيلوا ده ايه بقى؟ ده عبارة عن طاجن كبد وقوانص بتاعة الفراخ. اللي مش بياكلها ياكلها من بعد النهاردة تاني. تخيلوا بقى، انا عملت دي على السحور. بجيب معايا الكبد والقوانص، بمسك القوانص الاول بقطعها قطع كبيرة كده. الحتة تكون كبيرة مش صغيرة، يعني القناصة الواحدة ممكن أقطعها 4 أو 3 لو هي صغيرة شوية. وكمان القلب معايا، القلوب كمان بقطعها، أنا يعني بفصل الكبد عن القوانص لأن كل واحدة ليها تسوية مختلفة شوية عن التانية. كده قطعت جميع الكمية بتاعت الكبد، بتاعت القوانص أنا آسفة، والقلوب. دلوقتي كده هقطع الكبد، وزي ما انتوا شايفين بقطعها برضو قطع كبيرة يا جماعة مش صغيرة. يعني بقطعها حتت كده تبقى كبيرة. هقطع بقى الكمية كلها. طبعا انا غسلتها غسلة حلوة قوي 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 في الاول ونضفتها، وبصوا كمان هعمل فيها ايه دلوقتي عشان اأكد على نظافتها، لان الحاجة دي بالذات لازم تبقى نظيفة 100%. طبعا بصبن الدنيا مكاني كده، عشان انتوا عارفين الحاجات بتاعت الفراخ دي بتعمل زفارة وريحة مش كويسة وبقى بكتيريا وحاجات من دي. المهم ايه، بننضف مكاننا. هجيب شوية مية على النار كده واخلي المية تغلي، وهنزل بالقوانص الاول معايا وشوية خل صغيرين. يا دوب هتاخد فورة واحدة على النار، وهطلعها بصفيها كده واطلعها معايا في طبق. في نفس المية، لان القوانص ما بتنزلش حاجات كتير في المية، هنزل بالكبدة بعديها عشان ما تتوهش مني، يعني عشان الكبدة والقوانص ما يتوهوش في بعض. فبنزل الاول بالقوانص وبعدين بنزل وراهم بالكبدة. بشيل بقى الريم ده، لان لو جيت اطلع هيطلع معايا. فبشيله على قد ما اقدر، وبعدين برضو بطلع الكبد واصفيها كده كويس. بصوا انا عملتها بطريقة تحفة. تخيلوا اتسحروا بيها، يعني اكلوها سحور في اليوم ده. معرفش كنت عامله لهم ايه على الفطار، والمهم جم في الليل قالوا لي طب اعملنا كبد وقوانص. فعندي واحد من ولادي ما بياكلهاش يعني. فالمهم عملتها بالطريقه دي. بصوا، ماتوا عليها، مش قادره اقول لكم، يعني عجبتهم جدا. بنزل في شويه زيت ولو حته زبده، وبحمر القوانص كويس قوي معايا، وبعلي النار عشان ما تنزلش ميه مني. حمرت القوانص بجيبها على جنب، وبنزل في نفس الطاسة في الجنب، يا اما اطلعها وانزل في نفس الطاسة، يا اما لو الطاسة كبيرة زي عندي كده بنزل بالكبدة في النص التاني كده زي ما انتوا شايفين. وبرضو بقلبها شوية واشوحها معايا لعند ما تتحمر. وبصوا لونها بيطلع كده معايا، شايفين منظر الكبدة عامل ازاي؟ انا بتهيألي تتاكل كده، هي مش محتاجة حاجة تانية. هطلع بقى الكبدة، كبدة بس هطلعها. طبعا انا فصلاهم وعارفة الكبدة بعيدة عن القناصة. وبصوا بعد ما طلعت الكبدة خلي القناصة معايا، وهنزل عليها بكوباية مية، كوباية واحدة، عشان القناصة بتاخد سوا يا جماعة شوية عن الكبدة. يعني ما ينفعش احط الكبدة والقناصة الاتنين يستووا في نفس الوقت. المهم الصدمة اللي في الاول دي بتخليها متماسكة كده الكبدة وطرية من جوه، وبتحتفظ بالمية اللي فيها. سبتها بقى تستوي على نار هادية خالص براحتها. القناصة بتاخد وقت شوية. وهقطع معايا كام بصلايه كده جوانح. بقشر البصل، جبت شويه حلوين كده وبقطعهم. احلى حاجه في الاكله دي مش الكبد والقوانص، لا، البصل ده يا جماعه طعمه رهيب. انا بجد جربوا الطاجن دوت، اللي ما بياكلش الكبد والقوانص هياكلها بعد كده من حلاوتها. بصوا انا ماليش تقل عليها قوي، هتشوفوني وانا واقفه دلوقتي كنت بقى بتهيألي انا خلصت طاجن صغير من اللي انا عاملاهم دول وانا واقفه بس كده قدامكم يعني. بقطع بقى زي ما انتوا شايفين كده جوانح معايا البصل. الكمية بقى حسب الرغبة، انتوا بتحبوا البصل كتير او ما بتحبوش كتير، حسب كل واحد زي ما بيحب. كملت الكمية كلها كده معايا. رحت بقى هنا عشان اشوف المية، لازم المية دي تخلص. ايوه كده، لازم تفضل عن ما المية تخلص خالص على نار هادية عشان اتأكد انها استوت معايا. هنزل هنا معايا بقى بكمية البصل اللي انا مجهزاها. هقلبهم بقى تقليبة كده مع بعض، يتشوحوا شوية كده حلوين. وهنزل بقى بالبهارات عليهم، شوية دي كزبرة على كمون على شطة. ده شوية كمون، شوية فلفل اسود، توم بودر،
وشوية بصل بودر نص معلقة ونص معلقة ما تكتريش، ومعلقة بابريكا، حوالي معلقة بابريكا، شوية كزبرة، ودي بهاراتي اللي انا حطيتها، وهقلب كده اديهم تقليبة كويسة كده على النار. هي الأكلة دي بتحب التقليب شوية، فصين حبهان بقى يغيروا الطعم كده معايا، ورقتين لوري كده معايا، وبشرة جوز الطيب للي بيحبها. اللي ما بيحبهاش يا جماعة مفيش مشكلة، هي بس بتدي ريحة حلوة قوي كده في الأكل معايا. بشرة صغننة قوي يعني ما تكتريش. هسيبها بقى تاخد وتدي براحتها كده زي ما انتوا شايفين. جبت بقى كوباية صغيرة كده مية برضو وسبتها، عشان ايه؟ انا عايزة البصل ده يدوب معايا كده. دايما ايدي فيها بقى، اقلب شوية واطلع شوية، وافضل ايه رايحة جاية اقلب فيها. شايفين ما شاء الله؟ هنا بقى خلاص هي خدت الريحة والطعم من البهارات. ببتدي بقى ايه اللي بلاقيها قدامي بلقطها اخرجها، عشان خاطر لما تدخل في الطاجن ممكن ما تبانش معايا. في الوقت ده خلاص اتأكدت ان القوانص استوت نهائي. هنزل معايا بالكبد دلوقتي عليهم، وهقلبهم شوية حلوين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. شوية ملح بقى كمان، شوية فلفل اسود. طبعا بدوق واحط، مش بحط كده وخلاص يعني، اكيد ببقى عارفة هي محتاجة ولا لا. جبت بقى طواجن كده معايا، ده طاجن كبير شوية حطيت فيه. ما عنديش اتنين قد بعض كبار كده، انا عندي ده واحد وعندي الصغيرين، فده حطيت فيه، خد كمية حلوة كده. جبت التاني بقى الصغير دوت، بس لقيته مش هياخد الكمية كلها، فقلت هجيب كمان واحد تاني صغير. بصوا بقى كده، هلم بقى الباقي واحطه في الطاجن الكبير. طبعا انا هنا فترة، محدش يقول لي بتاكلي، لا هنا بعد الفطار يعني، ده للسحور مش فترة يعني، ده للسحور يا جماعة. فحطيت بقى شوية مية، قلبتهم مكان الطاسة، ونزلت عليهم، وقرن فلفل كده على الوش، حامي او بارد زي ما انتوا حابين، بيديها برضو طعم حلو. هغطي بقى كويس قوي واقفل عليهم كده زي ما انتوا شايفين، وهدخلهم الفرن. بقفل عليهم كويس قوي. جرب جربوا يا جماعة، أنا الكلام بيضيع مني مش عارفة ليه. جربوا الطاجن ده بجد هيعجبكم قوي. عموما هي اي حاجة لما بتتحط في طاجن وتدخل الفرن بتحسوا ان طعمها بيتغير. بصوا المنظر بقى، انا عايزاكم، طب اقول ايه انا اقول ايه في ايه ده؟ بصوا طالع من الفرن عامل ازاي، بصوا عمال يغلي ازاي. بصوا المنظر، فيها سنة حرارة بقى من قرن الفلفل اللي قطعته على الوش ده. طبعا لو ما بتحبيش الحراق شيليه، ما تحطوهوش خالص، بس مدي ريحة ومدي طعم رهيب. مش قادرة بقى اعمل ايه. طيب انا يا دوبي بصوا هفضل اكل بقى لعن ما اخلص الطاجن ده. بجد طعمه رهيب، يستاهل 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 تجربوه، مليون في المية يستاهل تجربوه. خلاص كده دخلته الفرن تاني. بعد ما شفتوه كده قلت اخلص بقى على ايه، شوية مية من اللي فيه كده. وادي تاني مرة ندوق، برضو ندوق، احنا لازم في كل وقت ندوق، انا بحب ادوق. ف بصوا الشكل، حد يصدق ان ده طاجن كبد وقوانص يا جماعة؟ والله العظيم لو ايه ما انا لو شفته من بعيد مش هصدق. صراحة تحفة، ويستاهل بأمانة التجربة، يعني حاجة كده ملهاش حل. بس خلاص بقى أنا خلصته أصلا، أنا خلصت الطاجن خلاص. مش عارفة في ايه. المهم احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديوهات. بصوا دي حتة من القناصة اتهرت دابت كده مش استوت، بس خلاص عشان اخلص الطاجن التاني ده معاكم وانتوا ايه بتتفرجوا عليا كده.